لو عرفتي تبيعي قطعة واحدة فقط من المنتج ده هتشتغلي معانا. صعب لكن هحاول. المنتج ده من خامات عالية الجودة وصوته عالي وكمان شكله أنيق وسعره حلو جدا. أسفة حبيبتي، هو جميل فعلا، لكن أنا بصحى على موبايلي فمش محتاجاه. لو عرفتي تبيعي قطعة واحدة فقط من المنتج ده هتشتغلي معانا. بص، هو صعب نبيع حاجة زي كده في الزمن ده، لكن خليني أجرب. احنا بنستخدم دلوقتي الموبايل علشان يصحينا، لكن في حاجة مهمة تخلينا ضروري يكون عندنا منبه في البيت. إن كتير بيكون عندنا ميعاد بيزنس مهم الصبح بدري أو أيام امتحانات الأولاد، فبنخاف إن صوت الموبايل يبقى واطي أو يفصل شحن مثلا، وهنا المنبه هيطمنا ونضمن إنه يصحينا. ايه رأيك؟ بصراحة اقتنعنا باللي قلتيه وخلاص هنشتري واحد. في قاعدة مهمة في التسويق وفن البيع بتقول إن العميل غالباً بياخد قرار الشراء بدافع تلافي مشكلة أو الإحساس بالاحتياج أكتر بكتير من دافع المتعة، وعلشان كده وأنت بتسوق للمنتج بتاعك أو خدمتك حاول تخلق عنده النيد أو الشعور بالاحتياج، وده مش معناه توهمه بحاجة مش حقيقية، لكن إنك تبرز له المنافع اللي ممكن ما يكونش واخد باله منها. الأهم في البداية إنك تركز على القيمة اللي هترجع له مش المواصفات أو السعر، لأن التفاصيل دي بتيجي بعد ما يتولد جواها الرغبة في الشراء، لكن لو بدأت بالتفاصيل من الأول غالبا هتشتت ذهنه وهيبدأ يقارن بينك وبين غيرك في السعر والمواصفات، وساعتها فرصتك في إتمام البيع بتضعف جدا. تابعني علشان هنا هتلاقي دايما فكرة ومعلومة تفيدك من واقع السوق. بهاء كرم.